رد قوي من وليد الركراكي اتجاه وحيد خليلوزيتش. بعد المونديال حكيم زياش يصطدم بالأمر الواقع. مصادر مطلعة تكشف حقائق خطيرة بخصوص إقصاء المنتخب المغربي من كأس العالم. بعد العودة من قطر، لاعب مغربي يتعرض لعقاب خطير وتضييقات شرسة من طرف فريقه. السلطات المغربية تقرر بناء ملعب بمواصفات عالمية. المغرب يستعد لتحقيق انتصار كبير في قلب الجزائر. مسؤول جزائري يتحدث عن ما آلت إليه الأمور بين المغرب والجزائر. مطالب عاجلة لعشرات الآلاف بإعادة نهائي مونديال قطر. في رد واضح على تصريحات سابقة للمدرب البوسني وحيد خليلوزيتش الذي تفاخر بقيادته أسود الأطلس للتأهل إلى كأس العالم قطر 2022، واعتبر الناخب الوطني وليد الركراكي أن المنتخب المغربي يمتلك لاعبين في المستوى الجيد، وتأهلهم للمونديال أمر طبيعي وليس هدية من أحد. الركراكي وفي حديثه لقناة الرياضية أمس الخميس شدد على أن تأهل المنتخب المغربي لكأس العالم هو نتيجة كان لها أن تحقق، ولا مجال للحديث عن هدية مقدمة من خليلوزيتش. وأوضح الركراكي أن 50% من اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم هم من كانوا مع خليلوزيتش، مبرزا أن البقية إما انضمت للمنتخب لأول مرة أو عادت بعد الغياب، على غرار حكيم زياش ونصير مزراوي وعبد الرزاق حمد الله. وسبق لخليلوزيتش أن قال في تصريحات صحفية لمجلة صوفوت الفرنسية أنه بذل مجهودا كبيرا مع المنتخب المغربي طوال الثلاث سنوات الماضية، معتبرا أنه من العار عدم تواجده في مونديال قطر ووجوده في باريس تحت الأمطار. وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد انفصلت عن خليلوزيتش بالتراضي قبل حوالي 3 أشهر بعد 3 سنوات قضاها على رأس الإدارة التقنية لأسود الأطلس، تلقى خلالها سيلا من الانتقادات، وتعالت الأصوات مطالبة برحيله بسبب طريقة لعبه ودخوله في خلافات مع أبرز لاعبي المنتخب المغربي على غرار زياش ومزراوي وأمين حارث. ونجح المنتخب المغربي مع وليد الركراكي في تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق مغربيا وقاريا وعربيا باحتلاله المركز الرابع عالميا في كأس العالم قطر 2022. وتترقب جماهير نادي تشيلسي مصير الدولي حكيم زياش بعد عودته إلى لندن عقب انتهائه من نهائيات كأس العالم قطر 2022 ومساهمته الفعالة في تألق الأسود واحتلالهم المركز الرابع في البطولة العالمية. ويسود الغموض على مستقبل زياش بعد الجدل الذي رافقه من قبل وخلال مونديال قطر أمام رغبة عدد من الأندية الأوروبية في خدماته من قبيل ميلان الإيطالي، توتنهام الإنجليزي وغيرهما. وتوقع البعض مغادرته للعاصمة لندن خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويتوقع الكثير من أنصار البلوز من خلال تفاعلهم على منصات التواصل الاجتماعي أن يغير المدرب بوتر من تعامله مع زياش خلال الفترة المقبلة ومنحه فرصة إظهار إمكانياته التقنية حتى يحصل على أفضل ما عند الدولي المغربي عوض الاحتفاظ به رهين كرسي الاحتياط. وفجر الإعلامي السوداني طلحة جبير فضيحة من العيار الثقيل بخصوص إقصاء المنتخب المغربي على يد نظيره الفرنسي من دور نصف النهائي في كأس العالم قطر 2022. وكشف جبريل في تصريحات صحفية أن المنتخب المغربي قد تعرض لمؤامرة واضحة، مؤكدا أن ما قام به الحكم المكسيكي سيزار راموس في حق أسود الأطلس بعدم احتساب ضربتي جزاء لصالحهم كان أمرا متعمدا. وقال جبريل أن معلوماته التي استقاها من مصادر داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تفيد بكون المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي كان مقررا وصولهما لنهائي مونديال قطر تحت ضغط شركات الإشهار الكبرى. وأوضح جبريل المشهود له بالمصداقية وتوفره على مصادر رفيعة أن شركتي إشهار كبيرتين ضغطتا بقوة ليكون النهائي بين النجمين ليونيل ميسي وكيليان مبامبي. وأشار الإعلامي السوداني
الوطني الكبير إلى أن أسود الأطلس كانوا سيصلون إلى ضربات الترجيح على الأقل في مقابلة النصف أمام المنتخب الفرنسي، مشددا على أن معلوماته مؤكدة 100% ومستاقة من مصادر موثوقة داخل الفيفا، وأنه يتحمل المسؤولية فيما يقول ويعرف ما يقول. وكان المنتخب المغربي قد تعرض لظلم تحكيمي واضح في مباراة نصف النهائي أمام نظيره الفرنسي، بعدما حرمه الحكم المكسيكي سيزار راموس من ضربتي جزاء ولم يصفر عن ضربات أخطاء واضحة لصالحه. وفي قرار غير مفهوم وفيه ظلم ومبالغة، أصدر نادي ستاندار دي ليج البلجيكي قرارا يقضي فيه بإلحاق نجم المنتخب المغربي سليم أملاح بفريق الرديف. وأوضح رئيس الفريق البلجيكي بيير لوشت أن فريقه لن يساهم في خلق قيمة مضافة للاعبين رفضوا البقاء مع الفريق. وزاد موضحا: قرارنا إلحاق سليم أملاح بفريق الأمل شأنه شأن 3 لاعبين، لن نساعد في الرفع من أسهمهم في بورصة الانتقالات. وتابع: سليم أملاح سيستمر مع الفريق إلى غاية نهاية عقده، لكنه لن يلعب مع الفريق الأول، لن نساعد لاعبا سيرحل مجانا في الرفع من أسهمه. وليست هذه المرة الأولى التي يقدم الفريق البلجيكي بهذا التصرف مع أملاح، بل إن الأمر يعود لشهر شتنبر الماضي، ورفض أملاح تمديد مقامه مع الفريق البلجيكي إذ طالب بالرحيل، لكن مطالبه لم تجد آذانا صاغية، بل اشترط عليه التمديد وفق شروط لا تصب في مصلحته. وارتفعت أسهم أملاح بعد مبارياته الكبيرة في كأس العالم إذ ساهم في الإنجاز المغربي الاستثنائي. وظهر أملاح بشكل جيد مع المنتخب المغربي رغم قلة التنافسية والإصابة التي عانى منها. وتعزيزا للبنيات التحتية التي تتمتع بها المملكة المغربية، قررت السلطات المعنية بالشأن الرياضي توفير ملعب بمواصفات عالمية للمنتخب المغربي. وكشفت شبكة أفريكا فاكيت زون أن الطاقة الاستيعابية لملعب الدار البيضاء الكبير ستصل إلى 93 ألف مشجع، بعدما قرر المغرب الرفع من سعته، مشيرا إلى أنه سيكون جاهزا في غضون عام 2025. وأكدت الشبكة ذات أن المنتخب المغربي سيحتضن مبارياته بالملعب الكبير للدار البيضاء الذي سيصبح ملعبه الرسمي. وسبق للجنة المكلفة بملف تنظيم مونديال 2026 أن أعلنت عن وضع الملعب الكبير للدار البيضاء ضمن قائمة الملاعب المرشحة لاحتضان نهائيات كأس العالم. ويجهل لحد الساعة ما إذا كان المغرب سيكون ضمن المرشحين للدخول في سباق تنظيم كأس العالم 2030. وقررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تخصيص منحة بقيمة 50 مليون سنتيم للاعبي المنتخب الوطني للتتويج بكأس إفريقيا للمحليين التي تستضيفها الجزائر في الفترة بين 13 يناير و4 فبراير القادمين. ويحصل لاعبي المنتخب الوطني للتتويج بالشان 20 مليون سنتيم لتخطي دور المجموعات، و30 مليون لتخطي ربع النهائي، و40 مليون سنتيم لتجاوز نصف النهائي، حيث تسعى الجامعة إلى تحفيزهم للحفاظ على اللقب الذي فازوا به في النسختين الأخيرتين. وتراجعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن المشاركة بالمنتخب الأولمبي بكأس إفريقيا للمحليين باعتبار أنه يتشكل في غالبيته من المحترفين، وبالتالي استحالة مشاركتهم لعدم تزامن موعد الشان مع تواريخ الفيفا. لذلك عمد الناخب الوطني عصام الشرعي إلى توجيه الدعوة إلى لاعبين يتجاوز سنهم 23 سنة، على غرار محمد المرابيط من أولمبيك آسفي، وأمين فرحان من الوداد البيضاوي، والمهدي بن عبيد من الفتح الرباطي، من أجل تشكيل منتخب قوي قادر على الدفاع عن اللقبين الأخيرين الذين توج بهما المنتخب الوطني بالدار البيضاء في 2018 وبالكاميرون في 2021. وقال نائب رئيس البرلمان الجزائري بوثلجة علال إن بلاده تجنح دائما للتهدئة والحوار والسلم مع دول الجوار. وأضاف أن تصريح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نفى أي حديث عن الوساطة بين البلدين، وأكد أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لم يتطرق للأمر خلال زيارته للجزائر. وحول تصريح الرئيس بأن الأزمة بين البلدين تجاوزت الوساطة وما يترتب على ذلك، قال
علال: إن كل أزمة في العالم بين دولتين أو أكثر تحل عبر الحوار، ومن غير المعقول الحديث عن استحالة عودة العلاقات أو الحوار بين المغرب والجزائر، لكن كل شيء مرتبط بحسن النوايا والوقت. وحول تأكيد الرئيس الجزائري بانضمام بلاده لمنظمة بريكس العام المقبل، يرى علال أن الهدف الأول يتعلق بمصالح مشتركة بين الجزائر والدول الأعضاء والاستفادة من الاستثمارات المتبادلة، خاصة أن الجزائر باتت من الدول الأقوى في إفريقيا. ووقع أكثر من 200 ألف شخص على عريضة موجهة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للمطالبة بإعادة المباراة النهائية في مونديال قطر بين فرنسا والأرجنتين. وشهدت المباراة أحداثا مثيرة، حيث سجلت الأرجنتين أولا عبر ركلة جزاء سددها ليونيل ميسي، قبل أن يضيف راقصو التانغو الهدف الثاني عبر أنخيل دي ماريا قبيل نهاية الشوط الأول. واستمرت المباراة بنتيجة 2-0 حتى الدقيقة 80، حين بدت الأمور تتجه بشكل كامل نحو تتويج مريح للأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها. لكن منتخب الديوك نجح عبر نجمه الشاب كيليان مبامبي من تعديل النتيجة خلال دقيقتين فقط، حيث سجل أولا من ركلة جزاء ثم سجل الهدف الثاني بعده ب90 ثانية فقط. وانتهت المباراة بوقتها الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما، واتجهت إلى الوقتين الإضافيين. وفي الشوط الإضافي الثاني سجل ميسي الهدف الثالث للأرجنتين، لكن مبامبي نجح قبل 3 دقائق من نهاية الوقت الإضافي الثاني من تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء. واتجه الحسم إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لميسي ورفاقه بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين، بعد أن تصدى حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز لركلة الفرنسي كينغسلي كومان قبل أن يضيع أوريلين تشواميني ركلة أخرى. وتزعم العريضة أن التحكيم في المباراة غير نزيه، لأن ركلة جزاء الأرجنتين لم تكن موجودة، إضافة إلى أن هناك خطأ على مبامبي قبل هدف دي ماريا حسب العريضة. ورغم العديد الضخم من التوقيعات على هذه العريضة، إلا أن فرصة إعادة المباراة معدومة، ولم يسبق أن حدث ذلك من قبل مع قرارات أكثر جدلا مثل ركلة الجزاء التي منحت ألمانيا كأس العالم على حساب الأرجنتين في نهائي مونديال 1990، بالإضافة إلى طرد لاعبين أرجنتينيين في النهائي. وأبان استطلاع أعده البنك الدولي للاستثمار أن 86% من المغاربة يرون أن التغيرات المناخية أثرت على حياتهم اليومية، ويدعم 78% منهم منح الأولوية للطاقات المتجددة. وجاء في الاستطلاع أن 51% من المغاربة الذين شاركوا في الاستطلاع صرحوا أن تغير المناخ وتداعياته المختلفة كالجفاف وارتفاع منسوب مياه البحر وتآكل المناطق الساحلية أثر سلبا على مصدر دخلهم. وأبرز الاستطلاع الذي شمل 10 دول إفريقية وشاركت فيه عينة تتكون من 1000 مغربي أن 46 من المغاربة يرون أن التغيرات المناخية أثرت على تزويدهم بالماء الصالح للشرب. وفي السياق نفسه يعتقد 78% من المغاربة المشاركين في الاستطلاع أن بلادهم مدعوة إلى الاستثمار في الطاقات المتجددة، ويدعونها إلى جعل هذا الاستثمار في مقدمة أولوياتها. وقال البنك الأوروبي للاستثمار إن المغرب من بين أوائل بلدان العالم التي قدمت مساهمتها الأولى المحددة وطنيا في مكافحة الاحتباس الحراري، مبرزا أن البلاد معرضة بشدة لمخاطر تغير المناخ. وأكد المدير الرياضي لنادي ليدز يونايتد الإنجليزي لكرة القدم أنه تلقى عددا كبيرا من الاتصالات من طرف جماهير ناديه في مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التحرك لضم اللاعب عز الدين أناحي متوسط ميدان المنتخب الوطني المغربي ونادي أنجي الفرنسي. وقال فيكتور أورتا المدير الرياضي للنادي الإنجليزي لموقع ليدز لايف المهتم بشؤون النادي إن الأمر تجاوز ذلك
ذلك ووصل لرئيس ليدز يونايتد الذي اتصل به خلال المونديال وقال له: من هو أوناحي الذي بات فجأة حديث المناصرين الذين يرغبون في ضمه للفريق؟ فنحن لم نسمع عنه من قبل أن يضعه أورتا في الصورة، مؤكدا أنه لاعب للمنتخب المغربي وهو من مفاجآت ونجوم مونديال قطر. وختم أورتام تصريحه بأنه تابع الإمكانيات التقنية للاعب أوناحي واعتبره لاعبا جيدا ومهما له مستقبل كبير، خاصة أنه لاعب صغير السن وأي نادي سيستفيد منه سيكون إضافة له. واختارت هيئة تحرير ماروك إبدو فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شخصية سنة 2022، وأبرزت الأسبوعية أن هذا الاختيار الذي ليس الأول للسيد القجع جاء بسبب الأداء المذهل والتاريخي للمنتخب الوطني في مونديال قطر 2022، وأول منتخب إفريقي وعربي يتأهل لنصف نهائي المونديال. وتابعت أن للسيد القجع دور كبير في تحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق، حيث كان حاضرا في كل مكان وكان يعمل في الظل وكان يعرف كيف يحافظ على وحدة صف المنتخب الوطني. فقبل أسابيع قليلة من انطلاق المونديال في قطر وضع السيد القجع ثقته في وليد الركراكي المدرب السابق للوداد البيضاوي الذي توج بدور أبطال إفريقيا والبطولة الوطنية. وذكرت الأسبوعية أنه واعيا منه بأن ما يفتقر إليه المنتخب الوطني هو هذا المناخ المفعم بالحيوية وهذه الهوية الجماعية وهذا التجانس لمجموعة لا تعاني من أي عقدة أو إزعاج، حيث اتخذ السيد القجع الذي رأى في وليد الركراكي الشخص المثالي قراره مع تحمل مسؤولية اختياره. ووفقا للصحيفة فإن الغلة كانت أكثر من جيدة خلال سنة 2022، حيث تمكنت الأندية الوطنية من التتويج بلقبين قاريين مع تتويج فريقي الوداد البيضاوي ونهضة بركان على التوالي بدور أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية. ومن جهة أخرى أشارت الأسبوعية إلى أن الورش المتعلق بإضفاء الطابع الاحترافي على البطولة الوطنية مفتوح، مسجلة أن السيد القجع الذي تم انتخابه عضوا بمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الهيئة العليا لكرة القدم في العالم لا يزال في جعبته الكثير من العطاء. وهكذا فإن ماروك إبدو تحتفي بالتزام السيد القجع وعمله طبقا للإرادة الراسخة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لجعل الرياضة بشكل عام والكرة المستديرة بشكل خاص وسيلة للتنمية البشرية.